السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كفتة داوود باشا من الأكلات الشهية اللي بتكون على سفرتنا في رمضان. الأكلات اللي مش معروفة ومظلومة، ما حدش بيعملها كتير. بس أنا شايفة إنها جميلة قوي ومختلفة عن أي نوع كفتة تاني. بتكون شهية طبعا على سفرة، خصوصا لو سفرة رمضان في العزايم بقى أو حتى لأولادنا. بتكون جميلة قوي مع شوية رز أبيض كده وشوية سلطة وشوية مقبلات حواليها كده، بتكون حلوة خالص. انا هعملها معاكم النهارده بكل تفاصيلها. انا عندي هنا كيلو من اللحم المفروم، طبعا بكون مفروم معاه جزء من اللية كده عشان يمسك الكفتة كويس. عندي كمان هنا بصلة مبشورة، انا عصرتها من المية بتاعتها. عندي هنا ده خضار وقرن فلفل كده مفرومين، ومعلقة توم. عندي كمان معلقة نشا، وعندي هنا خلطة الكفتة. انا مش هستخدم لها اي بهارات، هكتفي بخلطة الكفتة بس، بتديها طعم مميز كده. هعصر بقى البصل المفروم كويس قوي، انزل منه المية بتاعته. انا عايزة البصل بس، مش عايزة المية بتاعتي. على المية يعني لو هعمل كفتة حياتي هحتاجها، انما هنا كفتة داوود باشا مش هحتاج مية البصل في حاجة. انا هنزل عليها بقى بالخضرة المفرومة والثوم والفلفل، وكمان معلقة النشا عشان تساعد انها تمسك معايا. وهنزل بقى ببهارات الكفتة، هحاول معلقة كبيرة كده من بهارات الكفتة. هعجن بقى الكلام ده كله كده بايدي مع بعضه، اخلطه كده كويس مع بعضه. وبعد كده هاخدها في الهون كده، بحب ادوقها علشان تتماسك معايا اكتر. طبعا انت لو عندك كبة هتغنيكي عن مرحلة الهون ديت، بس انا عشان مش متوفر عندي الكبة عند ماما وكده، هعملها في الهون. هدوقها كده في الهون لحد لما تتجانس كلها مع بعض وتمسك بعضيها كويس. انا بقى هدهن صينيه كده، او الطبق اللي انا كنت حاطه في الكفته هدهنه كده زيت، وادهن ايدي وابدا ان انا اكورها كور صغيره خالص، كلها كده في حجم متساوي، حجم مع بعض وكده، بس ما بتكونش كبيره. يعني الكفتايه على قد البق كده، مش بتتقطم يعني. لحد لما اخلص الكميه اللي عندي كلها بنفس الشكل. اهم حاجه بس ان انا ادهن ايدي كل شويه زيت عشان ما تلزقش في ايدي، واكورها كده لحد لما اخلصها كلها. هحطها بقى كده في الفريزر دقيقتين بس على ما احضر الصلصه بتاعتها. انا عندي هنا هحط معلقه من السمنه، انزل عليها بفصين من الثوم المفروم، حوالي نص الراس كده من الثوم المفروم، لحد لما ريحته تطلع وتتحول للون الذهبي. بفضل اقلب فيه كده عشان مش يتحرق، لان الثوم طبعا معروف ان هو بيتحرق بسرعه. الثوم ده عشان يتلج فاخد وقت شويه على النار، ده اللي انا بفرزه في الفريزر لحد لما ريحته تطلع كده وياخد اللون الذهبي. هنزل عليه بمعلقه من الصلصه الجاهزه، هقلبهم مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بثلاث اربع حبات طماطم بعصرهم وبصفيهم كويس، وانزل بالبهارات بقى، فلفل اسود وملح وفلفل احمر او بابريكا. عندي الطاسه هنا بقى، هطلع الحاجه من الفريزر واسخن زيت كويس في الطاسه، وابدا ان انا احمرها تحميره خفيفه، مش بحمرها كتير. هي اصلا متاخدش وقت، مجرد ما لونها بتتغير كده بخرجها على طول. يعني مسافه ما بحطها مسافه ما بشيلها، ما بتشيلش وقت، مش بتاخد وقت كتير خالص. كمان هخلص برضو الكميه كلها عندي بالطريقه دي. عندي هنا الصلصه بتتسبك على العين التانية لحد لما اخلص الكميه اللي عندي كلها. اول ما تتسبك بضيف لها حوالي نص كوبايه من الميه، يعني بوصل بقى للقوام اللي انا حباه. انزل عليها بالكفته بقى واقلبها كده، تاخد غلوه واحده بس وبس كده. كده بتكون خلصت في منتهى البساطه. شايفين بقى اول ما طلعت، ما شاء الله جميله جدا وتشهي. هحط على وشها كده بس شويه بقدونس كده تجميلي، وبألف هنا. اتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت بقى لو عجبكم تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.